هعمل لكم وصفة النهاردة هتاكلوا صوابعكم وراها. أنا خصوصا بحبها جدا جدا، وبسيطة واقتصادية من أكلات بقى جداتنا وأمهاتنا الجمال. حاجة كده خطيرة، مكوناتها بسيطة وموجودة عندنا في البيت. أتمنى تتابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا طاسه فيها حوالي 4 معالق كبار من الزيت، وبدات اجيب بصلايه كبيره متقطعه صغير وبدات انزل بالبصلايه بتاعتي كده، وهبتدي اشوح البصلايه بتاعتي عشان طبعا تشوح معايا وتدبل بسهوله. بنزل عليها برشه ملح ورشه فلفل اسود. الملح دايما بيخلي البصله تدبل معايا اسرع. زي ما قلت لكم الوصفة بسيطة جدا، ومكوناتها بسيطة، وتكلفتها يكاد يكون مفيش تكلفة، حاجة بسيطة جدا. طبعا تنفع غدا وتنفع عشاء، ولو فاضل منها كمان تنفع فطار، وتتاكل ساقعة وبتتاكل باردة. بجد حلوة قوي. بقلب بقى البصلايه بتاعتي، وعقبال ما البصلايه بتاعتي هتبتدي تدبل معايا هكون بقى جايبه فلفل رومي على فلفل حامي مقطعاهم برضو صغير، وهبتدي انزل بيهم على البصله. شايفين البصله دبلت ازاي؟ انزل بقى بالفلفل عليهم. حباها بقى تبقى سبايسي كده، انزلوا بفلفل حامي. حباها تبقى نص ونص، حطي حامي، انا حاطه رومي احمر وعليه رومي اصفر صغننه، واخضر حامي بقى سبايسي. بقلب بقى كده الفلفل بس يا دوبك يبتدي يدبل معايا شويه. وعقبال بقى ما الفلفل بتاعي يدبل معايا شويه كنت جايبه حبايتين من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغننه، وبدات اول ما البصله بتاعتي اهي الفلفل بتاعي دبل هنزل بالطماطم، وابتدي بقى اقلب كل المكونات الحلوه دي كده كلها مع بعضها. بحب اعمل الوصفه في الجريلا، لان الجريلا بتوزع الحراره، فما بلاقيش البصله من الحروف اتحمرت بسرعه ومن النص لسه بيضه، لا كله بياخد نفس التحميره. تمام كده انا عندي بقت زي الفل. هنزل بس عليها برشه ملح كمان ورشه فلفل اسود. خلاص الطماطم بتاعتي انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها تدبل. الطماطم بتاعتي دبلت، هكون جايبه ربطتين من البقدونس. هبتدي ان انا اشيل عروق واقطعها صغير، وابتدي اغسلها في مصفى كده، او اغسليها وبعدين قطعيها على حسب ما انتي بتغسلي الخضره امتى، وهي متقطعه او هي عيدان. وبعد ما اطفي عليها انا كده خلاص طفيت عليها، هنزل بالبقدونس بتاعي. بعد ما اطفي كده كده اصلا البصله والطماطم لسه سخنين والطاسه سخنه، فالخضره هتدبل معايا مجرد ما قلبتها في المكونات بتاعتي دي. تمام، لكن ما تحطيهاش والنار شغاله. تمام زي الفل. تعالى بقى نحضر مكونات سائله كده هنحطها على الخضار التحفه ده عشان تعملنا الوصفه الخطيره بتاعت النهارده. هنجيب بوله، وهيكون معايا حوالي 4 بيضات، ممكن 3 ما تقلليش عن 3، ممكن 4 فيما فوق، لكن ما تقلليش عن 3. تمام. نزلت بالبيض كده، وطبعا نزلت بالبيض يبقى لازم هنزل عليه برشة ملح ورشة فلفل اسود، وابتدي ان انا ارب البيض بتاعي. هو ده يمكن هو البيض الحاجة الوحيدة المكلفة في الوصفة، لكن كله زي ما انتم شايفين موجود عندنا في البيت. اقلب بقى ال4 بيضات كده، وهبتدي بقى انزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق. 4 معالق هرم من الدقيق. فطبعا لما اجي اقلب ال4 معالق مع ال4 بيضات هلاقي السائل قليل، وهلاقي الدقيق هيكلكع. طيب انا عايزه افك التدبيسه اللي انا دبست نفسي فيها دي. اعمل ايه؟ هنجيب كوبايه من الحليب، اللبن او الحليب على حسب ما كل واحد عارف اسمه ايه، وهبتدي افك بقى ايه التقل اللي انا فيه ده. شايفين التقل ده كده؟ لا انا عايزه العجينه تبقى عامله شبه الكريب، شبه عجينه الكريب كده. خلاص. هفكها بقى ايه بشويه لبن كده.
كوباية. خلاص، هبتدي بقى اقلبهم كده، اقلب لحد ما يبقاش فيه تكتلات خالص. وطبعا هنظبط ملح، احنا حاطين ملح على قد البيض بس. هتظبطي ملح، وهتظبطي فلفل اسود، وهتحطي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بقلب بقى كده كويس قوي. هجيب البيكنج باودر، اوعوا تنسوه، عشان ده اللي بيخلي الوصفة بتاعتك منفوشة كده وحلوة. نص معلقة صغيرة. تمام اهو. قلب بقى كده. لو خدتوا بالكم انا بحاول يعني اخلي الخليط في جوانب البولة بتاعتي، بحيث ان انا ايه، يعني اضغط على الاجزاء المتكتلة لحد ما ايه، تفرد معايا وميبقاش فيه تكتل خالص. خلاص، عقبال ما انا ظبطت الخليط بتاعي هبتدي بقى اجيب الخليط ده. ولازم الخليط ده يا جماعة يكون دافي، ما يكونش سخن، لان هو سخن والخليط فيه بيض فكده البيض هيستوي، فمش هينفع. لازم تنزلي بيه لما يكون دفى. تمام. اخد بقى الخليط التحفة ده، انزل بده على ده. شايفين الجمال والحلاوة؟ حلوة جدا يا جماعة، الوصفة خطيرة. الوصفة دي بقى بيسموها العجة. حاجة كده كانت أمهاتنا بتعملها لنا، جميلة. وفي منها بقى بياخدوها بالكبشة كده، بيحطوا في طاسة معلقتين زيت كده يسخنوا، وتحطي كبشة يطلعوا معاكي زي الأقراص، تبقى خطيرة. بصوا بقى الصينية دي مدهونة بالزيت زي ما انتوا شايفين، وهبتدي انزل بالخليط بتاعي ده وادخله على الشبكة في النص، درجة حرارة 180، وهصبر عليها بالظبط تلت ساعة، أقل من نص ساعة هتكون استوت معايا، هتطلع معايا بالشكل اللي أنا هوريهولكوا ده دلوقتي. بجد يا جماعة حلوة قوي. زي ما قلتلكوا الحاجة الوحيدة المكلفة فيها هي البيض، لكن غير كده كل المكونات موجودة، والطعم خطير، والشكل زي ما انتوا شايفين كده حاجة قمر. حابين تضيفوا أي إضافات تانية براحتكم، حابين تضيفوا لها زيتون مع الخضار، تضيفوا لها رشة جبنة رومي، أي حاجة عايزين تضيفوها ضيفوها. لكن هي كده بسيطة كده اقتصادية، طعمها حلو قوي. يلا جربوها وقولي رأيكم. طبعا مش هوصيكم، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.